عاوزاكم تلغوا اي وصفة كفتة مشوية عملتوها قبل كده. لازم تجربوا الكفتة بالطريقة دي. احلى طريقة للكفتة المشوية هتعملوها في البيت بكل سهولة، جوسي وطرية، احلى من الجاهزة مليون مرة. شايفين؟ عايزاكم بصوا لي بقى على شكل الكفتة عامل ازاي. بصوا خطيرة، احلى من الكفتة الجاهزة مليون مرة. كفاية ان انتوا عاملينها في البيت وضامنين كمان جودة اللحمة اللي انتوا مستخدمينها. من النهاردة استحالة هتشتروا الكفتة جاهزة من بره تاني. شايفين بقى الكفتة عاملة ازاي؟ احلى كفتة مشوية هتعملوها بالطريقة دي وهتجربوها. يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو ونشوف عملناها ازاي. يلا بينا. اول حاجه في البدايه معايا كيلو من اللحمه المفرومه، واهم حاجه لازم تكون اللحمه اللي هتشتروها يكون فيها نسبه دهون ما تقلش عن 20 او 25%. كل ما زادت نسبه الدهون في اللحمه كل ما هتطلع معاكم الكفته طريه وجوسي. لو لاحظتوا هتلاقوا ان اللحمه لونها فاتح علشان الدهون اللي فيها. شايفين؟ اهم حاجه اللحمه اللي هتشتروها تكون فيها نسبه دهون ما تقلش عن 20 او 25%. معايا كمان بصلايه كبيره مبشوره بشر ناعم خالص، ضفت عليها ربع معلقه صغيره من الملح. الملح بيساعد ان البصله تنزل كل الميه اللي فيها. وبعد ما صفينا البصله كويس من الميه هننزل بيها كده مع اللحمه بالشكل ده كده. هضيف كمان قطع صغيره من اللي هنا انا بشرتها وهي مجمده، ابشروها عشان لو قطعتوها كده هتبقى القطع ظهرت كده في الكفته. فالافضل والاحسن ان انتوا تبشروها بالمبشره بالشكل ده. معايا هنا التوابل ملح وفلفل، معايا هنا معلقه صغيره من الملح. اهم حاجه ما نكترش الملح عن كده عشان احنا كنا ضايفين ملح مع البصل. ومعايا كمان نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. لو حابين تضيفوا اي بهارات تاني زي بهارات الكفته براحتكم خالص، بس انا مش بحب ازود بهارات كتير عشان بتغطي على طعم اللحمه. هزود كمان نص معلقه صغيره من البيكنج صودا او ممكن نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، بس اهم حاجه ما تزودوش عن نص معلقه صغيره علشان لو زودتوا عن كده الكفته في الفرن هتنفش معاكم وهتتنفخ وبعد كده هتتحول معاكم لديناصورات. اهم حاجه ما تزودوش عن نص معلقه صغيره. فايده البيكنج صودا او البيكنج باودر بتخلي ان الكفته تبقى هشه ومش مكتومه. هزود كمان معلقه كبيره من الدقيق بيمتص كل السوائل اللي بتنزلها اللحمه. وبعد كده هنعجن بقى اللحمه بالشكل ده كده. اهم حاجه ان احنا نشمعها كويس، الخطوه دي مهمه جدا ما بتخليش الكفته تقع من على السيخ. نفضل نعجن فيها كده اهوت لغايه ما نشمعها كويس. هتعرفوا منين ان اللحمه اتشمعت كويس؟ هتبصوا تلاقوها عامله زي خيوط كده. شايفين؟ هتلاقوا اللحمه عامله زي خيوط بالشكل ده. هنزل كمان بنص حزمه من البقدونس. هناخد الورق بس وهنفرمها فرم ناعم بالشكل ده. هرجع تاني الم كده اهوت عشان بس اخلط البقدونس مع اللحمه. البقدونس زي اختياري، لو انتوا حابين تضيفوا بقدونس مش حابين خلاص استغنوا عنه مفيش اي مشكله خالص. انا هصبعها على العود الخشب ده بتاع السوشي. هنصبع عليه، ممكن تصبعوها على اي حاجه عندكم مفيش اي مشكله خالص. وانتوا بتصبعوا كفته بين كل سبع هتاخدوا بس نقطه صغيره خالص من الزيت بالشكل ده. الزيت بيخلي ان اللحمه ما تلزقش في ايديكم وانتوا بتصبعوها. ناخد كده قطعه صغيره من اللحمه بالشكل ده كده. لو حابين كمان تشووها على شبكه في الفرن مفيش اي مشكله، بس انا دايما بفضل ان انا اشويها في صينيه. الصينيه بتكون افضل بكتير عشان اي دهون بتنزل من الكفته، ده اللي بيخلي الكفته يبقى طعمها حلو وانتوا بتاكلوها. وبعد كده هنطلعها بالشكل ده كده بكل سهوله. هنجيب الصينيه وهنبتدي بقى نرص فيها بالشكل ده. هناخد قطعه كده من اللحمه بالشكل ده وهبتدي نصبعها، تتصبع معاكم بكل سهوله بالشكل ده كده. هنبتدي بقى ان احنا نطلعها بالراحه خالص بالشكل ده. بالشكل ده كده. شايفين؟ هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم تاني. وده بقى شكل الكفته بعد ما صبعتها. وانتوا بتصبعوا الكفته خلي صابع الكفته يبقى كبير شويه عشان لاحظوا ان هي فيها نسبه دهون كتير، يعني لما تخش الفرن طبعا هتكش وهيقل حجمها. نيجي بقى لاهم حاجه، تسويه الكفته. عشان تضمنوا الكفته تطلع معاكم جوسي وطريه يبقى لازم الكفته تخش على اعلى درجه حراره موجوده عندكم. انا شغلت الفرن عندي على اعلى درجه حراره 220. الكفته ما بتغيبش خالص في الفرن، هتاخد معاكم من 20 ل 25 دقيقه.
الكفته لو غابت في الفرن هتبتدي ان هي تنشف معاكم، وهتنزل كل السوائل والدهون اللي فيها. عشان تضمنوا ان الكفته تطلع معاكم طريه وجوسي، يبقى لازم تخش في الاول على درجه حراره عاليه، ولازم الفرن يكون مشغلينها في الاول، عشان اول ما تخش الكفته الفرن على طول تاخد صدمه وتتشمع على طول. انا عارفه ان انا طولت عليكم، اسفه لو انا طولت عليكم، بس لازم اديكم المعلومه كامله عن تسويه الكفته. انا قلت لكم كل المعلومات عن الكفته عشان تضمنوا ان الكفته تطلع معاكم في جوسي وطريه زي الكفته بتشتروها جاهزه من بره. هدخل بقى الكفته الفرن، وبعد ما تتشوي هرجع اوريها لكم. هننزل بشويه بصل وبقدونس، نحطهم في الاول قبل ما نحط الكفته، نحطهم بالشكل ده كده تحت الكفته. وده شكل الكفته بعد ما خرجت من الفرن. عايزه اقول لكم ان ريحتها فظيعه. شايفين؟ بصوا لي بقى على صابع الكفته عامل ازاي. شايفين جوسي ازاي وطريه. بصوا الجمال، بصوا جمال الكفته عامل ازاي. بصوا احلى من الكفته اللي بتشتروها جاهزه من بره مليون مره. شايفين؟ بصوا الكفته عامله ازاي، جوسي وطريه خطيره. بصوا الجمال والطعامه دي. بصوا شايفين صابع الكفته عامل ازاي. هنبتدي بقى نرص الكفته بالشكل ده كده. فظيعه. عايزه اقول لكم ان ريحتها جميله جدا. ابداوا بقى قدموها. ده العيش اللي احنا عملناه مع بعض، وقدموا كمان معاها شويه سلطه خضراء. شايفين بقى الجمال. احلى كفته مشويه هتعملوها وتجربوها في البيت، خطيره. من النهارده استحاله هتشتروا الكفته الجاهزه تاني من بره. احلى كفته مشويه هتعملوها في البيت. شايفين الكفته طريه وجوسي خطيره. شكل الكفته عامل ازاي. بصوا جوسي ازاي. بصوا. تعالوا ندوق بقى. خطيره، لازم تجربوها بالطريقه دي. جربوا الكفته بالطريقه دي، ومن النهارده استحاله هتشتروا الكفته المشويه تاني من بره. الغوا اي طريقه للكفته المشويه جربتوها، ولازم تجربوا الكفته بالطريقه دي. وبس كده وصلنا لنهايه فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده استفدتوا منه، ما تنسوش بقى بلايك وكومنت حلو منكم، وتقولوا كمان بتتابعوني من اي بلد. وبالف هنا على كل اللي هيجرب وصفه النهارده، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.